جهود الإنقاذ الحقيقة في الوضع اللي حصل في جبل سمحان. هذه طائرة صلاح الجو السلطاني العماني أو الإسعاف، الإنقاذ والإسعاف، جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم. حقيقة مجموعة كبيرة من السيارات ومن الناس اللي توافدوا إلى موقع الحادث، ونسأل الله السلامة والعافية للجميع. أعزائي المشاهدين، من هنا من كهف حيور، حيث كان الحادث تقريبا بعد الكهف، يقولوا تقريبا 3 كيلو أو 2 كيلو في الجبل. المواطن اللي طاح أو اللي الله يحفظه يا رب، يقولوا خليجي إن شاء الله بإذن الله، نتمنى له السلامة ونتمنى له كل إن شاء الله سلامة وعافية، ويعود إلى أهله إن شاء الله سالم غانم. هذا رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني، وقبل قليل لاحظت طائرة سلاح الجو أو طائرة الشرطة للإنقاذ. جهودهم بارزة جدا وسريعة، والتجاوب حتى من المواطنين ومن فرق الإنقاذ. فريق ظفار للإنقاذ أيضا يعني متقدم من هنا في هذه الطريقة على الكهف. هذا الطريق اللي يمر إلى المنطقة اللي فيها الحادث، بس على مسافة طويلة. والآن طبعا ضباب وهم الرجال هنا قائمين بتنظيم الناس، في نفس الوقت السياح وأيضا المنقذين اللي قد تقدموا. أكثر شيء فريق ظفار للإنقاذ هو المتقدم، وفي نفس الوقت الدفاع المدني، هيئة الدفاع المدني قائمة بدور كبير جدا. شاكرين لهم، مقدرين لهم كل الاستعدادات. هذا فريق ظفار طبعا وصل الآن، يعني أعضاء قد تقدموا بعضهم، والآخرين أيضا متجهزين ومستعدين أيضا للنزول والإنقاذ. هذه المبادرات المعتادة من هؤلاء الشباب. الله يعطيك العافية. تسلم، بارك الله فيكم وجهودكم، أحسنتم. ننقل لكم من حيور، حياكم الله، أحسنتم، الله يوفقكم يا رب، بارك الله فيكم وحفظكم. هذول الشباب اللي ضحوا يعني في هذه الأجواء وفي المطر، وفي حقيقة وهم يعني ماشيين على عجل جدا ليأخذ كل واحد منهم موقعه في الواجب. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. عذرا على رداءة الصورة، لكن الضباب الآن بدأ يلف المكان، والأمطار